بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناتكم مع سيري للطبخ والحلويات. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع زمان، وصفة هايلة، وصفة تذوب في الفم بمقادير اقتصادية. تقدروا تحضروا هذه الحلوى يعني في دقائق راح تحضروها. تقدروا تحضروها القهوة العشية، خاصة الأولاد يعني كي يجيو من المدرسة يلقوها واجدة. صدقوني يعني من أروع الوصفات اللي راح تحضروهم. هذه الوصفة تاع زمان، يعني أي وحدة تخلي لي في التعليقات كيف كنتيو تسميوها زمان، يعني الاسم تاع هذه الحلوى. كما قاعدين تشوفوا فيها هذه الحلوى أنا حشيتها يعني بثلاث حشوات مختلفة، يعني كل حشو عنده ذوق خاص. هذه الحلوى شوفوا كيفاه تجي مبسة، تجي تذوب في الفم، تجي بنينة هايلة. هذه الحشو أنا حشيته هنا بالمعجون والججلانية مرحية. هاد الحلوى تاني تذوب في الفم. شوفوا كيفاه تجي العجينة تاعها، كما قلت لكم يعني طريقة التحضير تاعها سهلة، أي مبتدئة تقدر تحضر هذه الحلوى. شوفوا هنا الحشو لداخل كيفاه يجي طري، يجي معسل. هذه الحبة الثانية تاني شوفوا الحشو أنا حشيته هذا غير بالمعجون. يعني هذه الحلوى تقدروا تحشوها بالمعجون، تقدروا تحشوها بالمعجون ونواد كوكو، تقدروا تحشوها بالمعجون والججلانية مرحية. كما قاعدين تشوفوا في الفيديو هذه الوصفة تاني، أو عفوا هذه الحبة أنا حشيتها بنواد كوكو. شوفوا كيفاه يجي الحشو تاعو لداخل، يعني كلهم الذوق تاعهم ولا أروع. بالججلانية يجي بنين، بنواد كوكو يجي بنين تاني، بالمعجون تاني يجي بنين. شوفوا هنا الوصفة كيفاه تجي طرية، تجي مبسة، تجي تذوب في الفم، عندها بنة خاصة. المقادير عندي 250 غرام زبدة طرية أو مارغرين طرية، عندي علبة تاع لايورت الوزن تاعها 100 غرام. نحطو هنا الكمية تاع المارغرين طرية، نزيدو نحطو العلبة تاع لايورت، وعندي كمية تاع الفرينة. هذا واش نحتاجو في العجينة تاعنا. يعني بثلاث مكونات راح نحضروا عجينة رائعة جدا. نحطو هنا العلبة تاع لايورت بذوق فاني، ذوق فاني يعطيها بنة هايلة لهاد الحلوى. تقدروا نتوما تحطوا الذوق تاع البنان تاني او تاع المشماش، مي انا نخدم هاد الوصفة بالذوق تاع يعني لايورت بذوق فاني. صدقوني يعني يعطيها رائحة رائعة جدا للعجينة. هنا نخلطوا الكمية تاع لايورت والكمية تاع المارغرين، نخلطوها مليح باليد. تقدروا تخلطوها بالخلاط الكهربائي. شوفوا نخلطوا العجينة حتى العجينة تاعنا ترجع بيضاء يعني، وتطلع المارغرين تاعنا. نضيفوا الكمية تاع الفرينة، هكذا باه الحلوى تاعنا تجينا خفيفة. نحطوا الكمية تاع الفرينة تاعنا بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تجي طرية. هنا هاد العجينة انا ما حطيتلهاش السكر، علاه من بعد العجينة تاعي او الحلوى هذه راح نمرغها في السكر الطب، وراح نحشيها بالمعجون، يعني الحلاوة تاعها تجي معتدلة، ما راحش تجي ناقصة حلاوة. هنا نخلط العجينة تاعي. شوفوا كيف نتحصلوا على العجينة، العجينة تكون طرية. نخلي العجينة تاعي ومن بعد انا راح نحضر الحشو. هنا عندي كمية تاع المعجون بذوق المشماش، نحط ملعقة تاع المعجون. كما قلت لكم انا هذه الحلوى حشيتها بثلاث حشوات مختلفة. هنا عندي يعني حطيت كل ملعقة كبيرة تاع المعجون نحط لها ملعقة كبيرة تاع الججلانية مرحية. هنا عندي الججلانية محمصة ورحيتها، نرحيها عفوا في الرحاية هذه تاع القهوة اللي تجي صغيرة. كما قلت لكم هنا ملعقة كبيرة تاع المعجون، نحطوا ملعقة كبيرة تاع الججلانية مرحية. انا هذه الملعقة اللي قاعدة نكيل بها ملعقة تكون متوسطة، يعني حطيت هنا ملعقة كبيرة معجون، حطيت زوج مغارف كبار تاع نواد كوكو. كما قلت لكم نتوما كيلو الكيل ملعقة كبيرة معجون مع ملعقة كبيرة نواد كوكو، ملعقة كبيرة معجون مع ملعقة كبيرة جلجلانية محمصة. نخلطوا الحشو كما قاعدين نشوفوا فيه، والحشو الثالث راح نخليو المعجون وحده، يعني ما نزيدلو حتى إضافة. هذا الحشو صدقوني يعني الجلجلانية محمصة تعطي بنة هايلة، تجي بنينة بزاف مع المعجون. هنا المعجون هذا راح انا نخليه هكذا. العجينة نطرحها فوق ورق الزبدة، من الأحسن هكذا فوق ورق الزبدة باه ما تلصقش العجينة، أو فوق كيس بلاستيكي تطرحوا العجينة تاعكم. العجينة من الأحسن خليوها هكذا طرية، يعني ما تجيش شايحة بزاف، باه الحلوى تاعكم تجيكم طرية كي طيب. نطرحوا العجينة، شوفوا السمك تاعها يكون متوسط، ما تجيش رقيقة بزاف، باه الحلوى هذه ما تجيكمش يعني مقرمشة بزاف. السمك تاعها خليه متوسط، علاه العجينة ما حطينا لهاش الخميرة، يعني ما فيهاش الخميرة وما فيهاش البيض، ما راحش تطلع بزاف. انا بعد ما طرحت العجينه تاعي طبعتها بشكل دائري كما قاعدين تشوفوا. انتم تقدروا تطبعوها يعني الطابع يكون صغير او كبير. هنا عندي كميه تاع الماء عادي. ندهن الحواف هكذا تاع الحبه، باه من بعد كي نقفل الحبه تاعي الحبه راح تلصق والمحش واللي لداخل ما يخرجش. انا نفضل هكذا بالاصبع تاعي ندهن الحبه تاع الحلوى.
ندهنها بالماء باه العجينة كتطيب في وسط الفرن أو هاد الحلوى كيطيب في وسط الفرن ما تتحلش. هنا حطيت أنا كمية تاع المعجون، ملعقة صغيرة معجون في وسط كل حبة. هنا الحشو تاعي تاني تاع نوا د كوكو مع المعجون، نزيدو نحطو هكذا كمية صغيرة تكون في وسط الحبة تاع الحلوى تاعنا. الكمية تاع الحشو ما نكتروش بزاف باه كي نقفلو الحبة تاعنا ما يخرجش الحشو من الحبة. لو كان تكتروا كمية كبيرة تاع المعجون من بعد المعجون راح يخرج الحواف تاع الحبة، والحبة ما تلصقش كي تطيب في وسط الفرن الحبة تاعكم راح تتحل. يعني نحطوا كمية صغيرة هكذا، ملعقة صغيرة جدا تاع المعجون في الوسط او ملعقة صغيرة تاع الحشو تجي في الوسط، ونقفلوا العجينة تاعنا من بعد كي نطيبوها في وسط الفرن ما تتحلش. كما قاعدين تشوفوا هكذا نكملوا الكميه تاع الحلوى تاعنا. انا حبيت نوري لكم هكذا او نصور لكم يعني في نفس الفيديو يعني الحشو. تقدروا تحشيو نتوما بالجلجلانيه والمعجون، تقدروا تحشيو هذه الحلوى بنواه كوكو والمعجون، او تقدروا تحشيوها غير بالمعجون ثاني. صدقوني يعني عندها بنه هايله. انا حبيت نوري لكم هكذا احسن من لا نهضر لكم، يعني تشوفوا الصوره كما نقولوا قدامكم احسن. هنا العجينه تاعي او الحلوى هذه قفلتها كما قاعدين تشوفوا، يعني نقفلوها مليح من بعد نهزوا الحبه هكذا في يدينا ونزيدوا نضغطوا عليها. شوفوا هنا انا كي حطيت الحشو ما خرجش للحواف، العجينه تاعي قاعده تتقفل، وكي طيبت الحلوى تاعي في وسط الفرن تاني ما تحلتش. نكملوا الحبات تاعنا هكذا نقفلوا لهم مليح الحواف تاعهم، يعني نقفلوهم بالطريقه هذه. من الاحسن الحلوى تاعنا هذه نقفلوها هكذا باليد، ما نقفلوهاش بالفرشيطه، يعني باه ما تجيناش عفوا الحبه تاعنا كبيره. العجينه اللي بقات لي نفس الطريقه الاولى، نطرحوا العجينه تاعنا يكون السمك تاعها متوسط، ما نطرحوهاش رقيقه بزاف علاه ما فيهاش الفرينه او عفوا ما فيهاش الخميره. نقفلوا العجينه تاعنا او هذه الحلوى نقفلوها مليح كما قاعد نشوفوا في الصوره، يعني الصوره راهي واضحه. البلاطو تاعنا نغلفوه بورق الزبده باه الحلوى ما تلصقش في وسط البلاطو. نغلفوه بورق الزبده. الفرن تاعنا نسخنوه 180 درجه، يعني الفرن تاعنا ما لازمش يكون سخون بزاف. على هاد الحلوى يعني العجينه تاعها عجينه صابلي، يعني خفيفه ما تطولش في الطياب. ندخلوها طيب في وسط الفرن، كي تشوفوها من تحت حمار تزيدوا شعلوا عليها من فوق، كي تشوفوها صفار الوجه تاع الحلوى من فوق جبدوها من وسط الفرن. هنا شوفوا انا الحلوى تاعي بعد ما دخلتها لوسط الفرن كي طابت، شوفوا كيف نتحصلوا عليها. انا كي شفت اللون تاعها من تحت احمر زدت شعلت الفرن من فوق، شوفوا اللون تاعها يجي اصفر. لازم الحلوى تاعكم تطيبوها هكذا مليح باه ما تجيكمش معجنه. العجينه هذه عجينه الصابلي، كما تعرفوا عجينه الصابلي لازم يطيب باه ما يجيناش طري بزاف، يعني يجي مقرمش. من بعد هنا العجينه تاعي او عفوا الحلوى تاعي بعد ما جبتها من وسط الفرن، هذه الحلوى لازم تكون دافيه يعني ما تكونش سخونه بزاف. نحطوها في السكر ناعم او في السكر الطب. هنا حطيت انا الكميه تاع السكر الطب في وسط الصحن. الحلوى تاعنا نحطوها في وسط السكر، يعني نغطيوها مليح بالسكر نخليوها مده دقيقه ونجبدوها من وسط السكر ونمسحوا هذيك الكميه تاع السكر اللي تكون زايده. يعني الحبات تاعنا لازمنا نمسحوه مليح هكذا باه كي ناكلو الحبه تاع الحلوى تاعنا ما نلقاوهاش معمره غير بالسكر. يعني هذاك السكر اللي زايد نمسحوه كما قاعد نشوفوا، يعني طريقه سهله. هذه الحلوى كما قلت لكم البنات، لو كان تخرجوها مباشره وهي سخونه تحطوها في وسط السكر، السكر تاعكم راح يذوب لي فوق الحلوى، يعني الحبه تاع الحلوى تاعكم تجيكم دايبه على الحلوى سخونه. خليو الحلوى تاعكم حتى تبرد شويه يعني تكون دافيه، حطوها في وسط السكر. انا بعد ما مسحتها مليح زيت حطيت السكر في الصفايه وغطيت الوجه تاع الحبات تاعنا كما قاعد نشوفوا في الصوره، يعني الصوره راهي واضحه. شوفوا كيف نتحصلوا على هذا الشكل، يعني هذا هو الشكل تاع الحبات. صدقوني يعني حلوة ولا أروع، سهلة تاني في الخدمة تاعها أو في طريقة العمل تاعها سهلة. أي مبتدئة تقدر تحضر هذه الحلوة. هذه الحلوة تاع زمان، يعني الحلويات تاع زمان يجيو سهلين هكذا في طريقة التحضير تاعهم، تلقاهم بمقادير اقتصادية. والبنة صدقوني والله العظيم غير بنينة هايلة، جاية مبسة جاية تدوب في الفم وتجي بنينة بزاف. كما قاعد نشوفوا في الصوره الحبات تاع الحلوى اللي بقاو زيت حطيتهم في وسط السكر، يعني نحطهم هكذا نغطيهم مليح في وسط السكر عفوا. نخليهم مده دقيقه من بعد نمسح الحبات تاع الحلوى تاعي. هنا البنات ما تخليوش الحلوى تاعكم تبرد بزاف. لو كان الحلوى تخليوها تبرد بزاف من بعد ما راحش تهز لكم السكر، يعني خليو الحلوى تاعكم تكون دافيه يعني شويه سخونه يعني مش بارده بزاف، وحطوها في وسط السكر هكذا باه تهز لكم السكر. انا يعني جبتها من وسط الفرن خليتها مده 5 دقائق، كي جبتها من وسط الفرن وخدمت هذه العمليه تاع السكر.
هنا بعد ما نجبدوها من السكر نقعدو نمسحو فيها الكميه تاع السكر هذيك اللي زايده نمسحوها يعني كما قاعدين تشوفوا. هنا انا مازال ما كملتش يعني فضلت نفتح لكم حبه لداخل. شوفوا هذه الحلوه اللي محشيه بالمعجون، شوفوا كيفاه تجي مبسه، شوفوا كيفاه تجي هايله. المعجون ثاني يجي عنده بنه خاصه كي يكون في وسط هذه الحلوه، يعني المعجون وحده. هنا بعد ما مسحت انا الحبات تاع الحلوه نحطوا كميه تاع السكر طب في الصفايه ونصفيو هكذا على الوجه تاع الحلوه، ونصيروا عفوا هكذا باه الحبات تاع الحلوه تاعنا نتحصلوا عليهم يعني يكونوا مغطيين والوجه تاعهم يكون مليح، يعني يكون يعطينا وجه تاع الحبه يجي باهي مغطي بالسكر. هذا هو الشكل تاع الحلوه تاعنا. شوفوا كيف نتحصلوا عليها. تبعوا كل النصائح بإذن الله راح تنجحوا في هذه الحلوة. هذه الحلوة تاع زمان بمقادير اقتصادية، تخرجوا كمية كبيرة 250 غرام مارغرين خرجت لي يعني الله يبارك كمية كبيرة. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوة. ان شاء الله يعجبكم كل الوصفات اللي قاعده ننزل فيهم على قناتي. اي وصفه حابين تزيدوا تشوفوها خليوها لي في التعليقات اسفل الفيديو. باذن الله هذه الايام راح نزيد ننزل لكم وصفات تقليديه تاع زمان، يعني حلويات او مأكولات راح ننزلهم على القناه. شوفوا هنا صدقوني يعني حلوة ولا أروع، من أروع الحلويات تاع زمان هذه اللي كنا نحضروهم من زمان يعني، وكانوا يجيو بنان هايلين يعني سهلين في طريقة التحضير تاعهم، تحضروهم بدون طريقة التزيين تاعهم تاني سهلين في طريقة التزيين. يعني هذه الحلوة سهلة كي تزينوها يعني بدون عجينة السكر بدون لماع غذائي، وصدقوني بنة هايلة. شوفوا هذه، شوفوا عفوا هاد الحبة تاع الحلوة انا حشيتها هذه بالمعجون والجلجلانيه. يعني زمان كانوا كل واحد وكيف يخدم هذه الحلوى، كاين اللي يحط غير المعجون، كاين اللي يحط المعجون والجلجلانيه، كاين اللي يدير المعجون يخلطه مع الكاوكاو محمص ومرحي، كاين اللي يحط المعجون يخلطه مع نواه كوكو. كل واحد وكيف يحضر هذه الحلوى. انا عطيت لكم يعني في هذا الوصفه هذه الحشوات يعني في 3 تقدروا نتوما تحضروها، يعني كل وحده والذوق تاعها واش تحب تاكل، وهما الأذواق كلهم في ال3 صدقوني يعني ولا أروع. شوفوا هنا كي نحلو الحبة تاع الحلوى كيفاه جاي مبسس جاي يذوب في الفم. هذه الحلوى تاني تاع محشية بنواة كوكو، شوف كيفاه يجي الحشو. وهذه الحلوى تقعد لكم مدة طويلة يعني وتقعد هكذا مبسة وتذوب في الفم. شوفوا الحشو كيفاه يجي لداخل. شوفوا العجينة تاع الصابلي تاني هذه تجي هايلة، لايورت يعطيها بنة هايلة خاصة كي يكون لايورت تاعكم بذوق فاني. ان شاء الله تعجبكم الوصفة هذه او يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.